ميسي بدون شك هو احد اساطير كرة القدم بمهاراته اللي قضت على مدافعين كتير. المرتدات في الثاني رمسي ماسي يا بابا يا بابا يا بابا، واهدافه اللي اخر الحارس ان هو بس يتفرج عليها. المجال عندك المجال ميسي ميسي جول. وانجازاته المهولة اللي اخرها كأس العالم، اللقب الغائب عن الارجنتين من ايام دييجو ارماندو مارادونا. يا طويل العمر شيل البطولة شيل. لكن ثانية واحدة بس، تعالى بقى يا صديقي اقول لك في لقب واحد بس ما قدرش ميسي يحققه وفشل في تحقيقه مرتين. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ 5 لاعبين اساطير في كرة القدم عملوا كل حاجة في كرة القدم عشان يحققوا بطولات معينة، ولكن ما قدروش في الاخر. بطولات استعصت عليهم رغم ان هم عملوا كل حاجة في كرة القدم. مهما اجتهدت ومهما لعبت ومهما تفطنت، كان ناقص بس ان هم يطلعوا نار من بقهم عشان يحققوا البطوله دي، لكن فشلوا في تحقيقها فشل ذريع. جيرارد اللي مفيش حد يختلف عليه ان هو احد اساطير الدوري الانجليزي وخصوصا نادي ليفربول، حقق معاهم دوري الابطال ولعب مع ليفربول اكتر من 700 مباراه وحقق فيها انجازات، وكان تاريخ مذهل مع ليفربول. مفيش حد عاشق لليفربول او عدو ليفربول. ناس تجي وتروح مهزة القلب، وناس تروح وتاخذ القلب معه الا لما بيحب الراجل ده. جيرارد كان من اعظم اللاعبين اللي لعبوا في الدوري الانجليزي وحقق كتير من البطولات. إلا جيرارد غيرهم كلهم تعهم كلهم، لكن فشل في تحقيق الدوري الانجليزي اللي كان حلمه الاكبر ان هو يحققه مع ليفربول، وكان قريب جدا في سنه من السنوات ان هو يحقق الدوري الانجليزي مع ليفربول، وحلمه يقرب من ان هو يحققه مع ليفربول وتتحقق العقده ويحقق اخيرا جيرارد الدوري الانجليزي، لولا السقطه الشهيره امام ديمبابا امام تشيلسي اللي منعت ليفربول من تحقيق الحلم اللي كان قريب جدا ان هو يحققه جيرارد. لكن فشل في تحقيقه جيرارد، ودي البطوله الوحيده اللي ما قدرش جيرارد يحققها وهي بطوله الدوري الانجليزي. رقم 4 هو من افضل المهاجمين في العالم اللي ما فيش مدافع بيلعب قصاده الا لما ركبه بتخبط في بعضيها، مش عارف يقفل عليه من فوق من تحت من اليمين من الشمال. مهاجم فتاك بيجيب اهداف من اي حته، اهدافه هيتشكوكيه يا راجل مفيش مدافع قدر عليه ولا حارس سلم من اهدافه. سفاح. بس ثانيه واحده، انت ازاي يا صديقي مفوت عليك متعه واثاره وتشويق ولسه ما نزلتش تنضم لابطال القناه؟ انزل يا جدع اشترك في القناه واضرب اللايك ويلا نقول لك منهم. السلطان ابراهيموفيتش لعب في كبار انديه العالم سواء مانشستر يونايتد او برشلونه او انتر ميلان او اي سي ميلان، وحقق انجازات كتير جدا. وحقق الدوري اكتر من مره، وحقق هداف الدوري، وحقق الكاس، وعمل بطولات كتيره جدا الا ان بطوله واحده بس استعصت على ابراهيموفيتش. من انجازاته كتير جدا ورغم من تصريحاته اللي كان دايما بيشير ان هي البطوله دي الاعظم ليه واللي هو نفسه يحققها والحلم الاكبر لابراهيموفيتش، لكن البطوله دي استعصت عليه وما قدرش يحققها رغم ان هو كان من ضمن افضل مهاجمين العالم، وهي دوري ابطال اوروبا. البطوله اللي استعصت على ابراهيموفيتش وما قدرش يحققها رغم ان هو كان من افضل المهاجمين في العالم بانجازاته واهدافه، وكان مقدم اداء فوق الخرافي رغم ان هو فشل في تحقيق دوري ابطال اوروبا، وكان الحلم الاكبر لابراهيموفيتش انه يحقق دوري ابطال اوروبا، لكن فشل في هذه البطوله وما قدرش يحقق. رقم 3 وبيضم 2 لعيبه نفس المشكله ونفس البطوله ما قدروش يحققوها رغم ان هي بطوله فرديه، لكنهم ما قدروش يحققوها رغم الانجازات اللي هم عملوها ورغم ان هم من اساطير كره القدم، وهو بيليه ومارادونا. رغم كاس العالم اللي حصلوا عليه، رغم ان بيليه حصل على اكتر من كاس عالم وبطولات عديده وكان مستواهم من افضل اللعيبه في العالم وما كانش في حد في العالم يختلف عنهم، رغم ان هم كان تاريخهم وكان ادائهم في الملعب كبير جدا، لكنهم ما قدروش يحققوا الكره الذهبيه. لكن في مشكله واحده بس، وكان عدم تحقيق الكرة الذهبية لبيليه ومارادونا ما كانش بإيدهم هم، لأن الكرة الذهبية كانت تمنح للاعبين اللي بيلعبوا داخل أوروبا ولاعبين يكونوا من قارة أوروبا، والكلام ده كان سنة 56. إلا بقى بعد فترة بعد ما عدلوا إن هي تمنح لأفضل لاعب في العالم سواء من قارة أوروبا أو من أفريقيا أو من أي حاجة، الكلام ده كان بعدين بقى بعد عظمة وأسطورة بيليه ومارادونا. لكن لو كانت موجودة في عظمة بيليه وأسطورة مارادونا إلا لو كنا شفنا أكتر من كرة ذهبية لبيليه ومارادونا. رقم 2 بقى الوفاء دمره، كان وافي جدا للنادي بتاعه ومرضاش يسيب النادي بتاعه رغم ان هو اتعرض عليه انديه اكبر وانديه هتقدر تحقق البطوله اللي هو ما قدرش يحققها،
وكان بسعر خرافي، وكان هيبقى من افضل الصفقات اللي جت في الانديه دي، والانديه دي كبيره جدا، وكان هيبقى اعلى اجر في التاريخ لولا ان هو فضل الوفاء وفضل ان هو يفضل في النادي ده لغايه لما يعتزل. الاسطوره توتي فضل ان هو يفضل في روما ويفضل معاهم ويعافر معاهم، ولو قدر يحقق بطوله دوري الابطال خير وبركه، ما قدرش يبقى خلاص الحلم ضاع عشان خاطر عيون روما. وفضل توتي ان هو يفضل في روما ويحاول ان هو ياخد دوري الابطال، لكن هو فشل في البطوله دي رغم ان اداؤه ورغم ان هو كان في فترات توتي خرافي جدا، وكانت انديه كتير بتتمناه سواء يوفنتوس او ريال مدريد او برشلونه او انديه تانية، وكان هيقدر كمان ان هو يحلم ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا، رغم ان هو فضل ان هو يفضل في روما، رغم ان كانت روما ليها فترات سيئه جدا، لكن هو اتنازل عن حلم دوري الابطال وفضل الوفاء وفضل ان هو يفضل في روما. وبطوله دوري الابطال استعصت على توتي وما قدرش يحققها. رقم واحد بقى، وهو فعلا رقم واحد في لعبه كره القدم، ختم كره القدم ببطولاته سواء كاس العالم او دوري الابطال او الدوري الاسباني او الدوري الفرنسي او الكاس، عمل كل حاجه في كره القدم، وكان حقق اكتر من كره ذهبيه، واخد افضل لاعب في العالم اكتر من مره، وحقق الحذاء الذهبي، وعمل بطولات مفيش لاعب في العالم يقدر يتخطاه فيها سواء بالكرات الذهبيه او ببطولات الجماعيه، لكن في بطوله واحده بس وهو ليو ميسي ما قدرش يحقق كاس فرنسا رغم ان هو شارك فيها مرتين. الاسطوره ليونيل ميسي رغم ان هو فشل في المرتين، اول سنه مع باريس سان جيرمان خرج من كاس فرنسا، وتاني سنه مع باريس سان جيرمان خرج من كاس فرنسا، ودي البطوله الوحيده اللي شارك فيها ميسي وما قدرش يحقق.